بوصفلو مؤخرا خرجوا عليه شائعات بانه تم اطلاق سراحه من بعد ما تعتقل الشهر اللي فات، ولكن الحقيقه انه لقى راسو بين جوج الاختيارات: يدفع 10 مليون سنتيم في 15 يوم، يبقى معتقل في السجن المحلي بصفرو. المفاجاه الكبرى انه لحد الان ما قدرش يخرج حيت الكفاله ما تخلصش. القضيه ماشي مساله فلوس، مورا جدل وخوف كبير على حريه التعبير وحدود الفن. علاش بالضبط هذه القضيه دارت الضجه كلها داخل المغرب وخارجه؟ بقاو معايا حتى النهايه، غادي نكتشفوا القصه من الداخل وشنو مخبي في هذا الملف اللي كل نهار كيبان فيه معطى جديد. كاينين تفاصيل وحقائق اكثر بعد شهرات البدايه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناتكم أخبار وان. الرابور المغربي جواد أصردي معروف فنيا بلقب بوصفلو تم توقيفه رسميا يوم 20 نوفمبر 2025 حسب ما أكد موقع يا بلادي بناء على كلمات من أغانيه، وبالضبط أغنية ماريوليت اللي خرجت نهار 4 أكتوبر 2025. النيابة العامة اتهموه بإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين، وقالت أن الكلمات اللي تستعملات بها إساءة مباشرة وشرفهم أثناء تأدية مهامهم. المحامي ديالو ياسين بلكريم خرج ببيان واضح في نفس الأسبوع ونفى اي اشاعه على الافراج، واكد ان بوصفلو مازال معتقل في السجن المحلي بصفرو حيث مازال ما خلص الكفاله اللي حددتها المحكمه. القضيه كامله بدات من كلمات نفس الاغنيه ماريونيت كينتقد فيها دونبيك حتى هو، اللي حسب تقارير اعلاميه هي اللي خلات النيابه العامه تفتح تحقيق رسمي في مضمون الاغنيه. نهار الخميس 27 نوفمبر 2025 المحكمه الابتدائيه بصفرو دخلت على الخط وخذت قرار بمتابعه جواد أصردي في حالات صراحه، ولكن بشرط اداء كفاله ماليه قدرها 100,000 درهم. الجلسه تاجلت حتى 11 دجنبر باش يكملوا النظر في القضيه. المحكمه مقرره عبرت ان الكفاله كبيره بزاف ولكن ماشي تعجيزيه. بمعنى اخر القضاء كيقول انها كثيره ولكن ماشي مستحيل انها تخلص، لكن الواقع كيبين ان المبلغ صعيب عليه وعلى عائلته باش يوفروا، والنتيجه راه مازال معتقل. في 28 نوفمبر بدات كتروج اخبار على اطلاق سراحه، لكن المحامي ديالو بلكريم خرج ووضح الامور وقال لا، بوصفلو مازال في الحبس حيت الكفاله ما تخلصش. القضيه ما وقفاش عند باب المحكمه، خرجت للشارع وولات موضوع ساخن في المجتمع المدني. عدد من المنظمات الحقوقيه عبرت على مواقفها وعلى راسهم شبيبه حزب النهج الديمقراطي يوصفوا اعتقال بوصفلو بانه اعتداء ظالم على الحق في الفن، وطالبوا باطلاق سراحه الفوري. من جهه اخرى حتى الفنانين ما سكتوش وسجل الراب المغربي موجه كبيره من التضامن. اسماء كبيره في الساحه مثل دونبيك المورفين بوقال واخرين عبروا بصوت مرتفع انه اللي وقع لبوصفلو في انتهاك لحريه التعبير وضرب مباشر في جوهر الابداع الفني. تضامن تحت حدود الفيسبوك والانستغرام، ولات القضيه ضغط شعبي حقيقي على صناع القرار، حيث السؤال اللي بدا كيتكرر بزاف: واش الراب غادي يبقى فن حر ولا غادي يرجع تحت المراقبه القضائيه؟ الاغلبيه كتقول الراب صوت الشارع، صوت القضايا اللي ما عندهاش صوت، ومتابعه الفنان على كلمات فنيه كطرح خوف كبير على المستقبل. المحامي ديال البوست اكد انه مازال كيتشاور مع العائله باش يوفروا المبلغ، ولكن الظروف الحاليه والماديه ديال الموكل ديالو صعيبه والمهمه ماشي سهله. يوم 11 دجنبر غادي يبان واش غادي يتم الافراج عليه ولا غادي تبقى القضيه معلقه وسط اجراءات معقده. وقبل ما نختموا حاليا الجمهور المغربي خصوصا اللي كيتابع الراب والفن وحريه التعبير كيطرحوا كلهم نفس السؤال: واش الفنان يقدر يعبر بحريه ولا كل كلمه في ميكروفون الراب غادي تولي عندها ضمان قضائي؟ القضيه باقا مفتوحه وكنا كنتسناو الجديد. بغيتكم تعطوني الجواب ديالكم في التعليقات. واخيرا شكرا على مشاهدتكم، ما تنساوش تخلوا رايكم في التعليقات وما تنسوش تشرفونا بالاعجاب على الفيديو وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والعائله باش يوصل اكبر عدد ديال الناس، ودعمونا بالمشاركه في القناه. كنتم مع قناتكم اخبار واللي كتجيب الحقيقه وليس الا الحقيقه. لخبر اخر ان نلقاكم على خير، مع السلامه، لقب بديجه.